إذن صباحكم المحبة، صباحكم الوطن، مباشرة من هنا من جامعة العلامة محمد البشير الإبراهيمي، تحديدا من كلية الآداب واللغات، وفي إطار الندوة التكوينية الوطنية الموسومة بالمؤسسة الناشئة من الأطر الأكاديمية إلى الفضاءات المهنية التي كانت تحت شعار فكر قرر تحرر. استضيف الأستاذة الفاضلة نسيمة حارش. أستاذة نسيمة، هل لك أن تقولي كلمة بهذه المناسبة؟ السلام عليكم، مرحبا بكم بتحية الإسلام. أرحب بنفسي عندكم في جامعة محمد البشير الإبراهيمي. أولا، طرح فكرة المؤسسة الناشئة داخل تخصص الأدب هو طرح يعد نوع من المغامرة الأكاديمية والتي ينطلق فيها الطالب من جعل ينتقل فيها من التفكير من المعنى إلى الاقتصاد، الأدب من الإبداع الفردي إلى الاقتصاد السوق الثقافي، يعني انتقال الثقافة إلى عالم التنمية المستدامة، إلى عالم الاقتصاد. هذا الطرح طبعا يحتاج إلى طلبة يتحررون فكريا من قيود، من إخراج الأدب من القصر العاجل الذي يعيشه الأدب، العالم المفرد، إلى عالم الواقع والاقتصاد. يجب أن نحن نحتاج إلى طالب في تخصص الأدب يكون متحرر فكريا. أستاذة، أنت من أي جامعة؟ جامعة محمد الصديق بن يحيى، جامعة جيجل. إذا نرحب بأهلنا الطيبين من مدينة جيجل، وما أحلى وما أجمل ولاية جيجل الساحلية. شكرا جزيلا لك على هذا الحضور، ونتمنى لك إقامة طيبة ها هنا بعاصمة البيبان ولاية برج بوعريريش.